السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا إحنا اتأخرنا عليكم الأسبوع اللي فات، ما نزلناش أي محتوى خالص. الأسبوع اللي فات خدنا أجازة الحمد لله، كان بقالي شهر بذاكر كورس معين خلصته، فقلت أدي لنفسي أسبوع أجازة من التصوير وأسبوع أجازة مثلا على الرغم إن إحنا لسه بادئين أي نعم، ولكن قلت أدي لنفسي أسبوع أجازة وراحة كده أريح نفسي. طبعا خدت نصه مذاكرة ونصه أجازة، كان نص اليوم كده ونص اليوم كده. فيعني الحمد لله خدنا أجازة ورجعنا بقوة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اي حد محتاج يذاكر اي كورس، مش شرط حد في برمجه، حد قصدي في علوم حاسب، او حد في خريج علوم حاسب، بس اي حد خريج اي جامعه محتاج يذاكر اي كورس. اعتقد ان 3 شهور ممكن يكونوا كافيين جدا انك تذاكر اي كورس، وممكن اقل من كده وممكن اكتر من كده طبعا. فاحنا عايزين نحط ليميت دلوقتي قدامنا، 3 شهور اذاكر فيهم محتوى معين، او 3 شهور انا بطور من نفسي مثلا في الانجليش. يعني الانجليش مثلا كورس طويل جدا، بيحتاج منك مثلا مهاره listening او speaking او اي مهاره انت محتاج تتعلمها فيه، بتاخد منك مده معينه، والتطبيق عليها طبعا مدى الحياه ما بيخلصش. فحط لنفسك 3 شهور، 3 شهور تبدا تذاكر فيهم، تتعلم فيهم كلمات، تتعلم فيهم جمل. 3 شهور اكتر من كافيين لاي كورس انت محتاج تذاكره. مجرد ما تشوف الفيديو ده وانت عايز تذاكر اي كورس، ابدا حط لنفسك 3 شهور وتابع مثلا. اعمل لنفسك زي جدول 3 شهور كده، خطط ليومك، ظبط يومك، ظبط وقتك، ظبط نومك، صلاتك، حاجتك، كورساتك كلها تبدا تجهزها. تبدا 3 شهور مع نفسك، تفرم نفسك فيهم مذاكره الكونتنت اللي انت مجهزه لنفسك ده. اظن 3 شهور اكتر من كافيين جدا لمذاكره اي كونتنت. طبعا في كورسات برمجه بتطول اكتر من كده بكتير، حاجه زي داتا ستراكشر والجوريزم، حاجات تانية برضو كتير. كورس الداتابيز مثلا بياخد منك شهر بالكتير كمذاكره، وتطبيق بياخد منك مثلا شهر ونص حاجه كده. بعد كده طبعا انت بتمارس بقى دايما، بعد كده بتفضل شغال معاك على طول الداتابيز. اي حد باك اند لازم يكون مذاكر داتابيز كويس جدا. فزي ما قلنا اي حد محتاج يذاكر اي كورس، اظن 3 شهور اكتر من كافيين جدا بالنسبه لك لمذاكره اي كورس. مجرد ما تشوف الفيديو ده ابدا خطط لنفسك ودور على الكونتنت، وصور حتى فيديوهات ونزلها، او بلاش تصور، ممكن لو مش عايز تصور مثلا او ما بتحبش تصور، ممكن تبدا تعمل لنفسك زي تو دو ليست يوميه كده لمده 3 شهور، او تشتري نوت بوك لمده 3 شهور تبدا تسجل فيه يومياتك، انت عملت ايه في اليوم ده، كسلت في ايه اليوم ده، وهكذا. اظن ده هيكون حل كويس جدا واكتر من كافي معاك. تاني نقطه حابب اتكلم فيها هي المذاكره نفسها في المجال بتاعنا. لو انت راجل خريج علوم حاسب، راجل لسه طالب، الكورسات عندنا بتحتاج وقت، بتحتاج تديها وقتها. يعني انت مثلا لو انت لسه طالب وكنت في الجامعه او في الاجازه، مثلا في الاجازه حاول تستغل الاجازه، افرم نفسك في كورسات، ما تحاولش تشتغل. يعني لو انت شغال في المجال نفسه يبقى انت راجل 100 100، او لقيت فرصه شغل، حد جاب لك فرصه شغل بتاع، انت عرفت توصل لفرصه شغل، يبقى انت راجل في التمام منه خالص. طب ما عرفتش، امسك كورسات معينه، ابدا جهز نفسك. مثلا تراك زي الباك اند، ابدا جهز نفسك، شوف ايه المطلوب في تراك زي الباك اند عشان ابدا فيه. مثلا مطلوب ان انا اعرف داتابيز، مطلوب مثلا اعرف تراك معين زي نود جي اس مثلا التراك بتاعي، او دوت نت مثلا. ابدا اعرف الاساسيات بتاعت المجال، ابدا طبق بايدك. طبعا ده مش هياخد منك لا يقل عن من 4 ل6 شهور. بتتعلم اساسيات، بتحط النقط على الحروف زي ما بنقول، وبعد كده بتكمل المذاكره بتاعتك واحده واحده، وبتطبق وبتعمل ايه، وبتعمل مشاريع صغيره وبتبدا ترفعها مثلا على جيت هاب. فالمذاكرة عندنا مش بتاخد وقت قليل نهائيا. يعني انت في المذاكرة في مجال علوم الحاسب او في اي مجال خاص بالبرمجة، انت لازم تديها وقت كتير جدا وتفرم نفسك في المذاكرة بتاعت الاساسيات، وبعد كده تبدأ تطبق. الاساسيات لو خدت وقتها انت بعد كده مش هتتعب. لازم تظبط الاساسيات بحيث انك لو دخلت في اي تراك بعد كده تبقى انت فاهم كل، او فاهم البيز بتاع التراك كله هيمشي ازاي، او فاهم ان انت خلاص اتعلمت اساسيات، اتعلمت حاجات قبل كده، فانت فاهم التراك نفسه هيكون ماشي ازاي صعوبة ووقتا. يعني انت جربت تذاكر داتا ستراكشر والجوريزم مثلا وانت في الجامعه، فكان خدت منك سنه مثلا، فانت عارف ان المده بتاعت السنه دي انت كنت فارم نفسك فيها ومع ذلك ما خلصتش. فانت لازم بقى تبدا تظبط وقتك، تظبط يومك. الاجازه مثلا هتاخد منك 3 شهور، افرم نفسك في اي كورس، امسك مثلا حاجه زي الباك اند زي النود جي اس مثلا، افضل ذاكر فيها واعمل فيها مشاريع وطبق فيها. اه مش هتخلص ومش يا دوبك هتكون اتعلمت الاساسيات، ولكن هتكون لميت محتوى لا باس به انك تكمل عليه بعد كده في فتره الدراسه مثلا، او لو انت بقى خريج. يعني 3 شهور هيكون اكتر من كافيين بالنسبه لك ان انت متفرغ فقط للمذاكره، وانت كنت مذاكر قبل كده، وانت راجل متخرج كنت عارف التراك بتاعك، كنت مذاكر فيه بعض الحاجات. ف3 شهور اظن هتجيب الاساسيات في اسبوعين اصلا، او هتبدا تلاقي نفسك اسبوع في اسبوع كده خلصت اصلا التراك كله كمراجعه، وبدات تطبق بايدك من بعد الاسبوعين. 3 شهور هيكونوا كافيين بالنسبه لك انك تعمل مشاريع قويه جدا، انك تكون خلاص اتاسست، ظبطت او لميت كل الاساسيات اللي عندك، وبدات تعمل مشروع كويس في المجال بتاعك. واعتقد ان احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعت المذاكره. ممكن نخش على
على اهم جزئيه بقى، وهي جزئيه الاجازات. ادي لنفسك اجازه لو انت لسه متخرج مثلا وما خدتش اجازه، افصل، خد اسبوع ريح في نفسك خالص. كل اسبوع خد لك يوم اجازه، كانك راجل شغال كده. الناس بتشتغل ايه 5 ايام او 6 ايام وبتاخد يوم او يومين اجازه. انت اشتغل يا عم مشيها 6 مذاكره، ويوم الجمعه دايما فضي لنفسك، اخرج اتفسح، اعمل اي حاجه انت عايزها، سجل فيديوهات لو انت بتصنع محتوى، ابدا ظبط حالك، ابدا اعمل اي حاجه انت بتحبها، اعمل اي حاجه انت بتحبها. ولازم تاخد اجازه، لازم تاخد اجازه. عشان هم عملوا الاجازه ليه؟ يعني انت بتدرس 6 شهور مثلا، او بتدرس 9 شهور وبتاخد 3 شهور اجازه كبيره وبتاخد شهر في النص اجازه تانية. فليه عملوا الاجازه؟ ما انت لازم تريح عشان تقدر تدي مجهود في فتره الدراسه. انت لو ما ريحتش، لو انت خلصت اتخرجت ما ريحتش دخلت في مذاكره على طول، هتلاقي المذاكره بتاعتك مهكعه. يعني ايه مهكعه؟ يعني انت بتذاكر مثلا بدل ما كنت بتدي الساعة بتركيز أو اليوم مثلا بتذاكر فيه 8 ساعات، ال8 ساعات بدل ما كنت هتديهم بتركيز أنت هتلاقي نفسك ميت، بتذاكر ساعة ماسك التليفون شوية مشتت. دماغك مش جاهزة، دماغك مش شغالة بالقدرة الكاملة ليها إن هي تكون فصلت ريحت وتبدأ تديك القدرة الكاملة ليها، أو بمعنى أصح إنك تكون واخد 100% من المجهود الذهني بتاعك في المذاكرة. ده مستحيل تاخده لو أنت ما خدتش أجازة. فحاول كل اسبوع، بنهايه كل اسبوع، بجد دي اهم نصيحه انا ممكن اديها لك، انك نهايه كل اسبوع خد يوم اجازه، نهايه كل شهر خد لك يومين اجازه. لو انت شخص بتذاكر لوحدك ولسه ما اشتغلتش، ادي لنفسك يومين اجازه. ولو بعد فتره شهرين ولا حاجه، ادي لنفسك اسبوع كامل اجازه وافصل فيه دماغك خالص، ريح دماغك خالص، وابدا ارجع بعدها. لا الدنيا هتفوتك ولا في حاجه هتفوتك، وبدل ما تقعد تماطل وتسوف في المذاكره والمذاكره تبقى بايظه منك، لا خد الاجازه بتاعتك، ظبط الاجازه بتاعتك، ريح، افصل خالص، اخرج من مود المذاكره، بعدين ارجع تاني ان شاء الله ربنا يوفقك وتكمل وتكون يعني راجع بقوه انك تأدي وتذاكر وتبدأ تخطط وتظبط يومك وتظبط حياتك بعد كده بكل سهولة، وانت مستريح نفسيا. انت خلاص خلاص ريحت، خلاص بقى ابدأ اذاكر واشتغل وابذل المجهود اللي عليا، افرم نفسي بقى في المذاكرة. وانا اسف لو كنا طولنا عليكم، ونشكركم على المشاهدة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.